بعد النجاح الرائع لكيكة سنو وايت او الكيك السحري وكمية الريفيوهات اللي جات لي عليها، وان بجد ما كانش حد متخيل ان يطلع طعم جوز الهند حلو كده. وكتير منكم جربها، وهحط لكم الصور بتاعه التجارب بتاعتكم على صفحة الفيسبوك. قررنا نعملها بالشوكولا عشان نبقى راضينا الناس اللي بتحب الكيك ابيض وبتحب كيك شوكولا. الوصفة دي بقى سهلة بنفس الكيك اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، بس انا عملت تكة كده صغيرة هقول لكم عليها واحنا شغالين. الكيك سهل وطري جدا وهش جدا جدا، بجد هتحبوه. هو قريب جدا من طعم الديسباسيتو بس ده اغنى شوية. احنا كنا جايبين البولة المرة اللي فاتت وعملنا فيها مقدار 3 بيضات سبونج بيتي، وقلت لك لو انت مش بتحبي السبونج البيتي اعملي سبونج جاهز عادي خالص. ربع كيلو سبونج جاهز عليه 3 بيضات وربع كوباية مية ومعلقة محسن جل صغيرة معلقة خل، واضربيهم مع بعض لمدة 7 دقايق ودخليهم الفرن. صح؟ احنا وقفنا هنا المرة دي. المرة دي هنغير شوية حاجات. احنا عملنا نفس المقدار البيتي عادي اللي هو 3 بيضات و19 جرام نشا و112 سكر، 140 دقيق، 57 مية ساقعة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. ضربتهم مع والشكل زي ما انتم شايفين كده، وخدت نصهم في الصينية اللي عملنا فيها الكيك بتاع جوز الهند بتاع المرة اللي فاتت، والنص التاني حطيت عليه معلقة كاكاو ومعلقة مية وضربتهم حلو جدا بنفس العجان في نفس البولة في نفس كل حاجة، مغيرتش اي حاجة. هو اللي انا زودته معلقة كاكاو خام اسباني فاتح ومعلقة مية. ممكن تحطي ذرة نسكافيه لو بتجيبيه من عند العطار. في نسكافيه سايب عند العطار، في نسكافيه سايب عند بتاع البن، ممكن تجيبي اي نوع نسكافيه مصري عادي. بس قلنا المرة اللي فاتت لو انتي بتضربي بمضرب بيض هتضربي 10 دقايق بس، القوام مش هيتماسك قوي زي ما انت شايفه كده، هيبقى عادي سبونج متضاعف حجمه ولونه مفتح بس مش متماسك زي كريم شانتيه. لو انتي بتضربي في عجان هتضربي 7 دقايق بس، وهتبقى الشكل زي ما انت شايفه كده بالظبط. السبونج البيتي اهم حاجه فيه الميه تكون ساقعه، المحسن يكون مظبوط، لان من غير الاتنين دول ما يكونوا كده السبونج بتاعك اول ما هيدخل الفرن هيهبط ومش هيطلع حلو خالص. هنفضل نضرب فيه لغاية لما مدته تخلص خالص، ال7 دقايق يخلصوا. هاخد نص وكنت حطيته في البولة بتاعت المرة اللي فاتت، وهرجع اضرب دقيقة واحدة بس مع الكاكاو ومعلقة المية. الخطوة دي انا مرضتش اصرحها عشان اللي ما شافش الفيديو المرة اللي فاتت يقدر يشوف التكنيك بتاع السبونج كله على الكاكاو. يا ريت تنخليه قبل ما تضيفيه لاي حاجه، عشان هو الكاكاو اللي موجود في السوق دلوقتي مكتل كده وممكن يبوظلك الدنيا. فانا حطيت الكاكاو وحطيت ذرة فانيليا، وحطيت كمان معلقة كبيرة مية، واديتهم تقليبة كده. ممكن تكتفي بالتقليبة اللي انا قلبتها دي، بس انا لا، بحب ادخله تاني المضرب يضرب دقيقة كمان عشان الكاكاو يكون امتزج في السبونج كله وبيطلع كله لون واحد. ورحت جايبة الصينية التانية مدهونة دهنة خفيفة، زبدة زيت سمنة اللي متوفر عندك. ممكن تبطنيها بورقة زبدة، انا ما بطنهاش، او ممكن تعفريها بمعلقة دقيق برضو، انا ما عملتش ده. حطينا الكاكاو، دخلت على فرن 180 متسخن قبل كده، وهتاخد بالظبط من 10 دقايق لربع ساعة. الخله بصوا انا بعمل بيها ازاي علشان اطلع كل الفراغات اللي جواها، ما تطلعليش كيكه مشققه، ما تطلعش كيكه مفرغه من جوه، لا انا عايزاها كيكه مظبوطه. بص شكلها عامل ازاي. عملنا لها اختبار بفتيك وطلع نضيف خلاص تمام. ده جناش اقتصادي، طريقته موجودة على القناة وعلى الصفحة. قلبت عليه 3 معالق مكسرات، أي نوع مكسرات عندك، فستق قلبيه، عندك بندق قلبيه، عندك سوداني، مفيش مشاكل. العجان فيه كوباية نص كوباية كريم شانتيه هايبر توب، عليهم معلقة جناش اللي احنا كنا لسه بنحطه ده، وعليهم كوباية مية ساقعة متلجة مفيهاش قطع تلج، هي متلجة. قلبتهم في العجان كويس جدا، ممكن تحتاجي ربع كوباية وممكن ما تحتاجي. هو الخليط زي ما انت شايفه كده، لا هو ماسك نفسه قوي زي الطرط ولا هو سايب خالص زي المواس.
لا هو في شويه كده تماسك من النص. حطيته في القالب بتاعي بعد ما سقيت الكيك بالسبونج سقيت كيك السبونج بالجنش. ممكن تسقيه لبن لو انت عايزه، مفيش مشاكل. بالسكرابر بتاعنا سوينا الوش، ورحت جايه يفترض ان انا اعمل زي ما عملت المره اللي فاتت، احط الروزيتات وبعد كده احط الجنش. في ناس كتير قوي قالت لي ليه ما نحطش الجنش الاول، فانا قررت ايه ناخد التجربه مع بعض، هي بتفشل بس ناخدها عادي. وانت بتفردي الجناش هتلاقي الكيك الكريمه بدات تبان من تحت، فيبتدي لون الجناش يغير، ما يبقاش زي بتاع المره اللي فاتت كده صافي وكله زي بعضه، لا يبتدي يدي كده ايه تاتش في النص للكريمه. فانا عشان كده ما بحبش اعمل كده، بحب احط روزيتا وبعد كده اسقي ادخلها التلاجة نص ساعه، وبعد كده اروح حاطه الايه الجناش بتاعي بدرجه حراره الغرفه. فانا بس حبيت ايه نخوض التجربة مع بعض. وهي شكلها مش وحش ولا حاجة، شكلها تمام بس ايه مش واو. دخلت التلاجة من ساعتين ل3 4 زي ما انت عايزة، وبعد كده قطعناها. وانت بتقطعي اتأكدي ان انت سلكتي الجناب عشان تطلع معاكي مظبوطة. الكيك تحفة، الكيك هش جدا طري قوي، شارب طعم الجناش بشكل كويس. جربوه فعلا هتعجبكم جدا زي ما عجبتكم الرفايل بتاعت المرة